في الفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تدمر حياتك في خطوات بسيطة، والغريب انك ممكن تكتشف انك بتعمل كل الخطوات دي اصلا. الخطوة الأولى هو ان انت تنام وتصحى وقت ما تحب. تسهر بقى لنص الليل وتنام للظهر او للعصر مش مشكله. الفكره هنا مش في ان انت تسهر او ان انت تصحى متاخر، ولكن الفكره في ان انت ما تحددش وقت محدد لنومك اللي هم ال7 او ال8 ساعات بتوع النوم بتاعك. الخطوه رقم 2 وهي ان انت ما تمارسش رياضه ولا تهتم بصحتك ولا باكلك، وتحاول بقدر الامكان ان انت تخلي معظم اكلك من بره البيت. والمقصود بالرياضه هنا مش بان انت تلتزم بتمرين الجيم الصعب او ان انت مثلا تلعب لعبه معينه وتبقى بطل فيها، ولكن المقصود ان انت ما تمارسش رياضه حتى في ابسط صورها زي مثلا الجري او المشي. يعني انا عاوزك كده توصل لدرجه ان انت تنهض لما تطلع السلم او لما تشيل حاجه تقيله، وده طبعا بجانب اهمالك للاكل هيبوظ حياتك خالص. الخطوه رقم 3 وهي ان انت ما تحددش هدف ليومك ولا لحياتك. عيش حياتك كده بكل عشوائيه ومن غير اي تنظيم. ما تخليش فيه هدف عام في حياتك انت حبه وممكن يخليك تسعى له كل يوم، وحاول ان انت تبرر ده بالظروف او باي حاجه حواليك. ويستحسن تبقى مش عارف انت عاوز ايه اصلا، يعني حاول ان انت تخلي حياتك عباره عن فوضى. الخطوه رقم 4 ان انت تبعد عن دينك وما تلتزمش بالصلاه او باي حاجه تقربك من ربنا، والخطوه دي لوحدها كفيله ان هي توريك العجب في حياتك. الخطوه رقم 5 ان انت تحاول بكل طاقتك وجهدك ان انت تراضي كل الناس اللي حواليك، وتخلي دايما هدفك الاساسي مش ان انت تعمل الحاجه اللي انت حاببها او الحاجه اللي انت عاوزها، ولكن انك تعمل الحاجه اللي الناس حباها او عاوزاها فيك. وبقى تعالى قابلني لو عرفت تراضيهم. يعني انا شايف ان دي خطوه صعبه شويه. بص، انت حاول تراضيهم بقدر الامكان، هتلاقي نفسك بتستنفذ طاقتك وجهدك ووقتك اللي هم ما بقوش موجودين اصلا، ولكن مش مشكله. الخطوه رقم 6 وهي ان انت تعيش في الماضي. تفكر دايما في الماضي او في الحاجات اللي حصلت في حياتك وانتهت، وتفضل بقى تقول يا لو حصل كذا ويا لو ما حصلش كذا، وتزود من ده كتير. واوعى تركز في اللي انت بتعمله دلوقتي او اللي انت عاوز تكون عليه في المستقبل. اوعى. يعني انا عاوزك دايما كده تعيش في وهم الماضي، وده لوحده كفيل ان هو ما يخليكش تاخد اي خطوه في حياتك. الخطوه رقم 7 وهي ان انت تحاول دايما تهرب من كل حاجه في حياتك. تحاول انت ما تواجهش اي حاجه، وتهرب دايما من اي حاجه بتتعرض لها. تهرب من دراستك، تهرب من اهدافك في حياتك، تهرب حتى من اهلك. اهرب من اي حاجه من خلال النوم، ولما تصحى اهرب برضو من خلال تليفونك والسوشيال ميديا. الخطوه رقم 8 وان انت ما تسيبش تليفونك من ايدك ابدا. يعني حاول ان انت تسكرول على الفيس، ومن الفيس للانستجرام، ومن الانستجرام للتيك توك. بص، ما تسيبش تليفونك خالص. اوصل لدرجه ان انت بعد ما تمسك تليفونك علشان محتاج منه حاجه معينه، تنسى انت كنت محتاج ايه اصلا. الخطوه رقم 9 وان انت تعصي والدك ووالدتك او ان انت تعاملهم بطريقه مش حلوه. وعلى فكره هم ممكن يساعدوك في النقطه دي لما يعاملوك معامله شديده شويه علشان خاطر مصلحتك مش عشان خاطر اي حاجه تانية، او لما يعاملوك بطريقه انت ممكن ما تكونش حاببها. وسواء الجزء ده موجود او مش موجود، حاول بقدر الامكان ان انت تعصي والدك ووالدتك وما تسمعش كلامهم ابدا. الخطوه رقم 10 والاخيره وهي ان انت ما تفكرش في اخرتك. فكر واسعى دايما في الامور الدنيويه، وتحاول بقدر الامكان ان انت تخلي الدنيا اكبر همك. واخيرا لو حابب ان انت تحسن من حياتك وتخلي حياتك افضل، لان ده الهدف الاساسي من الفيديو، تقدر ان انت تعمل عكس كل الكلام اللي انا قلته في الفيديو ده. طبعا محدش معصوم من الخطا وكلنا بنغلط، ولكن الحاجتين او الخطوتين اللي هيساعدوك في ان انت تعمل عكس كل الكلام اللي انا قلته في الفيديو ده هم الخطوتين رقم 4 ورقم 10. هو ان انت تقرب من ربنا وان انت تفكر في اخرتك. وبس كده، ده كان فيديو النهارده.